الأسرة العشرين بداية أعظم عصر في تاريخ مصر. صلى على النبي واعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد. تفتكر مين الأسرة اللي رجعت لمصر هيبتها بعد سنين ضعف؟ دي الأسرة العشرين. الأسرة اللي بدأت في وقت كانت فيه مصر تعبانة، الفوضى مالية البلد، الخزينة فاضية، وكهنة آمون بقوا قوة مرعبة جوه الدولة. بعد سقوط الأسرة ال19 مصر كانت محتاجة قائد مش مجرد ملك. وهنا ظهر ست نخت، راجل قوي عرف يلم البلد من جديد ويعلن بداية الأسرة العشرين. لكنه كان مجرد البداية. العظمة الحقيقية كانت مع ابنه رمسيس الثالث، واحد من أعظم ملوك مصر المحاربين. ملك فهم إن القوة مش كلام، القوة فعل. في عهده واجهت مصر أخطر تهديد في تاريخها، شعوب البحر اللي دمروا حضارات كاملة وأسقطوا ممالك عظيمة، لكن قدام مصر اتكسروا. رمسيس الثالث حاربهم في البر وحاربهم في البحر، وانتصر عليهم وسجل انتصاراته على جدران معبد مدينة هابوه، علشان التاريخ يشهد إن مصر لا تهزم بسهولة. لكن رغم القوة والانتصارات، الاقتصاد بدأ يضعف والفساد زاد، وكهنة آمون سيطروا أكتر وبقوا دولة جوه الدولة. ومع نهاية الأسرة العشرين بدأت ملامح الانقسام تظهر، ودخلت مصر مرحلة جديدة صعبة. ومع ذلك الأسرة العشرين فضلت علامة قوية في التاريخ، بتقول إن مصر مهما وقعت بتقوم تاني أقوى من الأول. لو عجبك التاريخ الحقيقي ما تنساش اللايك والاشتراك، واستنى اللي جاي لأن الحكاية لسه ما خلصتش. استنى اللي جاي لأن الحكاية لسه ما خلصتش.